السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في سعادة، يا رب تكونوا في أتم صحة. وحشتني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وصفة النهاردة وصفة حلوة أوي أوي وطعمها حلو أوي ومميز. هنعمل مع بعض الرز البسمتي بالخضار. طبعا طرق الرز البسمتي طرق كتيرة جدا، إن شاء الله كل مرة هعمل معاكم طريقة، وكل طريقة مميزة، وكل طريقة طعمها طبعا غير التاني خالص. معايا بصلاية حلوة كده كبيرة، هفرمها في الكبة او قطعيها على ايديكي زي ما تحبي. يعني معايا سمنه بلدي بقى، اي ماده دهنيه انت بتحبيها. هحط معايا عودين قرفه وثلاث فصوص حبهان. هشوحهم مع البصله تشويحه بسيطه، وهنزل بالبسله اللي عندي سواء فريش سواء انت عندك مفرزاها في في الفريزر. طبعا دي كانت عندي في الفريزر، هقلبها واشوحها كويس جدا مع البصله. هنزل معايا بقى فلفل اسود ونص معلقه بهارات كبسه. بهارات كبسه بقى تجيبيها من السوبر ماركت، من عطار، تكوني انت طبعا مجربه قبل كده. هنزل بنص معلقه كبيره بس مش مليانه. وطبعا نزلت بفلفل اسود، وهنزل معايا بمعلقتين صلصه. هنزل بمعلقتين الصلصه وهشوح الكلام ده كله مع بعضيه تشويحه حلوه كده. طبعا لو عندك البسله فريش، يعني مش مفرزاها، يستحسن تحطي نص كوبايه شوربه وتغليها غلوه كده، وبعد كده تحط الرز. بس كده. وحطيت شعره زعفران، مش ضروري شعره الزعفران، لان اصلا كده كده الكبسه فيها كل حاجه، فيها كركم وفيها كل بهارات الكبسه، كل حاجه يعني تخص الكبسه. بس كده. هنزل معايا بالرز، طبعا غسلاه كويس جدا جدا ومصفياه. طبعا مش نقع الرز، لان الرز هنا عندي كويس، مش محتاج نقع بصراحه يعني. فكل واحده بتعمل رز هي عارفه ان الرز هيحتاج انها تنقعه او لا. طبعا يستحسن تجيبي رز هندي ويكون طويل الحبه، ده طعمه بيبقى مميز وطعمه بيبقى حلو قوي قوي في عمايله يعني. هنزل بشوربه لحمه بقى او شوربه فراخ، اي شوربه عندك. لو ما عندكيش شوربه حطي ميه مغليه ومكعب ماجي. تمام. بس كده. هسيبها طبعا تغلي اول غلوه، وبعد كده هدي النار شمعه. طبعا لكل كوبايه رز بسمتي كوبايه ونص ميه مغليه او شوربه. طبعا شويه رز طعمهم حلو قوي قوي، روعه. البهارات خفيفه فيه، مش مكتره البهارات فيه علشان طعمه يبقى حلو. يعني كتر البهارات مش حلوه في طريقه الرز دي. طعمه ان شاء الله هيعجبكم، مميز جدا جدا، وانا واثقه ان شاء الله الوصفه دي هتعجبكم، وهتكتبوا لي في الكومنتات ان جربت الوصفه دي وعجبتكم جدا. طبعا كنت عامله جنبيها فراخ في الفرن كده بطريقه كده لذيذه، ان شاء الله بعملها معاكم. ما رضيتش اطول عليكم الفيديو يعني اكتر من كده. طبعا انا بحبكم في الله، وربنا يحفظكم يا رب. اللي ما دوس لايك بقى يدوس لي لايك وكومنت كده حلو منكم، وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده. مع السلامه، مع الف سلامه.